بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله مساءكم بكل خير وطيب الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا إلى كل لقاء وإلى كل تواصل وإلى كل أثير جميل. أتمنى لكم كل الخير، واليوم وعدتكم بأن أكون معكم مباشرة وعلى الهواء إما الساعة 8 أو 8:30 أو 9. فالحمد لله طلعنا في هذا الوقت المناسب، وسأطلعكم اليوم على أمر هام أرجو بأن تكونوا معي في هذه اللحظات وفي الاستماع وفي المتابعة. معي مكالمة على الخط الهاتفي الأخ فيصل محمد النجراني. فيصل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ مساك الله بالخير وأهلا وسهلا بك يا أخ فيصل. الله يمسيك بالخير يا حبيبي. كيف حالك؟ بارك الله فيك. أنت سعودي الجنسية يا فيصل يا أخي؟ ها؟ اي نعم اي نعم. طيب، أرسلت لي رسالة يا أخي على الخاص، قلت لي يا أخي الكريم أنا أبحث عن والدتي في اليمن، لها ما يقارب 20 عام. اشرح لي يا فيصل، اشرح لي. تزوج والدك أمك تقية تقية الكوكباني قبل 20 عام ولا أكثر؟ لا أكثر يا رجل. أنا عمري الآن 48 سنة. ما شاء الله تبارك الله. يعني اي نعم. أنا أساسا آخر المقابلة قابلتها في 94 سنة 94، ودخلت هنا وتغيرت الأرقام في اليمن، صارت حروب الشمال والجنوب وكذا. المهم أن انقطعت التواصل فيهم. يعني حاولت كذا مرة أني أتواصل بهم بس ما عرفت أتواصل. ما شاء الله تبارك الله. أنا يا أخ فيصل، أيوة. نعم. إذا أنا حصلت الرجال يعني عندنا هنا يمني وشرحت له الوضع وكذا، هو اللي وصلني لكم يعني. بارك الله فيك، وأنت وصلت للشخص المناسب يا فيصل، وأنا تفاعلت مع منشورك وقدمتك قبل يومين، والحمد لله تفاعل الناس مع هذا المنشور. واليوم رسالتك أيضا وكلامك هو مهم جدا، بأنه الأخ فيصل محمد النجراني يبحث عن والدته الأخت تقية الكوكباني، هي زوجة واحد من المواطنين اسمها الحاشدي، تزوجها تقريبا بعد والده. وعد معك يا فيصل، معك أخوات من أمك تقية ولا من أبوك؟ لا، من أمي تقية. في طبعا على اليمن في 4 بنات وفي ولد. ما شاء الله تبارك الله. لأنه أنت ذكرت على اليمن. أيوة، أنت ذكرت في الرسالة بأنه أما بالنسبة لي على السعودي ما في إلا أنا بس. أنت واحد. أيوة. لا. طيب الله وقتك يا فيصل، وأنا الشيء أحمل لك المفاجأة. أنت عندك بث مباشر يا فيصل على الفيسبوك ولا ماشي؟ لا مباشر لا والله الحين ما في، بس أنا قلت على أساس إني بكلمهم بعدين. مباشر ما عندي والله. ما بش مشكلة، ممكن تشوف البث هذا بعد شوية، وأنا الشيء أحمل لك البشرى يا فيصل، وأقول لك يا أخي الكريم، أقول لك ألف ألف مبروك يا فيصل يا حبيبي الغالي. والدتك إلى جانبي في هذه اللحظات وتريد أن تتحدث إليك مباشرة، وحبينا نعمل لك مفاجأة يا فيصل، وألف ألف مبروك عليك يا غالي. الله يبارك فيك ويطول عمرك. قربي يا أم هذه والدتك يا فيصل موجودة معنا في البث المباشر، هي إلى جانبي في هذه اللحظات، والله يسعدكم ويجبر بخاطركم ويحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. ما أتمنى لك إلا كل خير. ما حاكي فيصل. فيصل هلا يمه. مساء الخير. هلا يمه. الله يعافيك. كيف أنت؟ كيف أنت يا فيصل؟ والله الحمد لله يا أمه. والله الحمد لله ما لاقي شيء. عقدك وقصة يا فيصل، هذا السنين كلها. شو داري يا أمي؟ هذا السنين كلها يا فيصل. هذا السنين كلها. قالت لي بنت الجديد إنك أنت تموت. قالت لي إنك أنت تموت. قالت لي إنك أنت تموت. قلت يا وأنا صدقت قلت ما عاد ترسل لي رسالة فيصل ولا اتصل بي ولا حاجة. أيست. وانت بخير متعافي، وانفلت لامك يا فيصل، وانت بخير متعافي في الدنيا. ولكن ابشري بالخير لا تشيلي هم شيء ان شاء الله اوصل. والجنة قد معيوان ما نقصد الله على روحي يا ماما، يا حب قلب كل ما نقصد الله على روحي. ما حد بيذكرني وانا عزيز الشريف بوسط بيتي، ما عرف بيت درت لي ولا عرفت ما درت لي. ساسر يما انت كنتي الظروف وهو مع الظروف. ابشري بالخير. ابشري بالخير الان ابشري بالخير يا فيصل.
عيني على راسي. ما شاء الله. كنت فاقد الله قد انا جايبه عند محمد قالت لي اختك قد انت مت. عندنا فيصل قالوا لها وتحلف لي فيروس عيالها. قالوا لها انك مت يا فيصل. ايوه تحلف لي فيروس عيالها. اني قد انت والله مت. قالوا لها انك مت. انا بخير يما بخير. الله يدي لك العافيه ويحفظك. قالت لها خبيرة المصرية مرات ابوك. هي قالت لها مرات ابوك المصرية خبيرته. قالوا لها انك متوفي. لا تصدقي ولا شيء بخير ومتعافي والحمد لله. الله يحفظك. بالخير يما. الله يحفظك. 20 سنة يا فيصل يحفظك وقسى على امك الوالدة. 20 سنة. الله يحفظك. 20 سنة. والله يما غصبا علي يما. اي والله بعد الارقام وبعد خليها لكن الحمد لله الله يعطيهم العافيه اللي ما بيخسروا وصلوني بس والله. كم قد معك جهة؟ كم قد معك جهة؟ ايوه معي 4 معي 4 معي 4. ايوه محمد عمره 21 سنه وعندي علي وعندي انت بنات الحمد لله. قد رجعتي الله يديلك ويعوضك ويخليك ويشوف زغرهم ويجبرك الباري. أنا أبغى أنت عندك رقم تليفون صح؟ اي معش رقم تليفون يا امي. انا اي معها رقم تليفون ايوه عشان اعطيك التفاصيل كلها يا فيصل الاب بعد البث. خلاص انا عشان اتصل بس بحاول اكلم اسماعيل. ايوه الصوت. الله يديلك ويحفظك. الله يديلك ويحفظك. الله يحفظك ويجبر جهالك وهمك روحك غير روحك. عوضها يا فيصل الحرمان، هذا سنوات الحرمان عوضها خير ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخي الكريم وتقبل مني خالص الامنيات يا فيصل. يا اخي ها الله يحفظك يا حبيبي. حاكي بارك الله فيك. وذا معك محمد فيصل معك محمد وذا معك اخ اسمه محمد يا فيصل، ايش يكلمك؟ فيصل اهلا بخي الغالي وسندي ورسع ظهري. اهلا اينك يا فيصل السنين هذه بكلها اينا؟ الله يسلمك انا ذاك لك والله يا فيصل. اسمع مني ان انا حلمت قبل شهرين وجيت بلغت امي هذيك قالت طلع قلت فيصل بخير. قالت ما هو كيفك؟ قلت فيصل بخير يمه. والله يشهد علي هي امي موجوده قبل حوالي شهرين والخبر انتشر، الرساله انتشرت يشهد الله هي امي موجوده. كان بس الرسالة أي حاجة المهم الحمد لله احنا سمعنا صوتك وإن شاء الله يعني إنك تجي اليمن بإذن الله نشوفك يا أخي. إن شاء الله أكيد نبصلكم إن شاء الله بإذن الله. أنا الحمد لله مزوج معي بنت الآن مزوج أنا الحمد لله معي بنت 13 سنة يعني معي 4 بنات ومعي ولد. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله ما شاء الله. الله يحفظك. أيوة ولا أنت على تليفون أمي على الله يبارك فيك يا أخي. أنا أذكرك وعاد أنا سع بنتي حين كنت تسوقني معك كل مكان. الله يفتح عليك يا أخي. إذا معك نادي. معك أخت يا فيصل اسمها نادي إذا أتكلمك. أختك اسمها نادي. عندي صبرية وكوكب ونادية. فيصل يا أبي الوالدة وين وحشتنا يا أخي هذا السنين كلها يا فيصل. كيف حالك؟ قالوا لنا إنك قد مت يا فيصل ما مش مصدقين. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله احنا انت بخير حين سمعنا صوتك يا فيصل. الله يحفظك يا فيصل ويخارجك. الله يحفظك يا نادي ويستر عليك يا حبيبي. آمين. الله يحفظك ويخارجك. قالت كوكب إني قد موت بتحلف فيروس عيالان قد موت. يلا الله يحفظك حب عيالك الله يجبرك. كوكب كيف حالها؟ الحمد لله ما لها شيء. الحمد لله. وبنت هذيك اللي تعبانة طيب فيه أميرة منى ما لها شيء. منى ما لها شيء. أيوة بتصيح فوقهم هاي. أيوة وزوجها مجنون وبنته وكلهم. فيصل
أيوة أبي مسك بالعافية احفظك الباري ويقضي حاجتك ويدي رزقك ويخرجك من المضايق ويدحنك المصايب. الله يحفظك. خلاص انا بكلمكم ان شاء الله عند بشير بكره ولا بعد اكلمكم وفهمنا ان شاء الله. يلا يا حبيبي يا فيصل، ألف مبروك لك بارك الله فيك يا فيصل، أتمنى لك الخير يا أخي الكريم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذا بنت محمد ايش تحاكيك؟ جانتي بنت محمد إذا مش انت. السلام عليكم. كيف انت؟ الحمد لله انا رفيف. انا اسمي رفيف. كيف انت يا عم فيصل؟ قالوا لنا قد موت. وهذا بنت اسمها بشرات شي تحاكي كنت خالها يا فيصل. بنت نادية. فيصل كيف حالك؟ كيف حالك يا بنتي؟ ما نسأل عنكم، كيف حالكم؟ الله يحفظك ان شاء الله. والله الحمد لله الله يحفظك. والله ان شاء اني ابغى اشوفكم خليها على الله بس ان شاء الله يا رب. الله يقرب الوقت الذي نلتقي بكم. امين يا حبيبتي امين. الله يحفظكم ان شاء الله ويوفقكم يا عيالي. متواصلين بارك ان شاء الله الله. فيك. الخط شكله بينقطع. يلا يا فيصل، مما انا حبيت ما قلت لكش ان امك موجوده، خليتها مفاجاه وكنت اقول لك ارجوك ان تتصل بي، كنت اعمل لك مفاجاه يا فيصل. وفقك الله. وفقك الله وجمعنا بك على خير ان شاء الله. مع الف سلامه يا حبيبي الغالي. مع السلامه في امان الله. باقي بارك الله فيك يا فيصل، شكرا جزيلا. باقي واحد من الناس امتنى له واقول له شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا فيصل في امان الله. الله يبارك فيك. مع السلامه يا حبيبي. باقي واحد من الناس مشاهدينا الكرام امتن له واقول له شكرا جزيلا لانه كان صاحب الفضل الاول في ان جمعنا بهذه الاسره. هم لا حول لهم ولا قوه. انت معك يا غادر، معك فيسبوك؟ انت معك فيسبوك وتابع صفحتي. وكيف لو ما قريت المنشور؟ اتصل بي منع العماري. ايوه ما قال قال بها واحد التقيل كوكبان زوجة صالح الحاجبي. ايوه معها ولد في السعوديه، زوجة واحد اسمه ولد فيصل. قلت لك التفاصيل. ايوه باسمك بعد اعطاكم تلفوني هذا في الصفحه. ايوه وبعدها اتصلنا لعندك، وبعدها تواصلنا احنا وانت وكلمت اسمع عمي صالح زوج تقيه. شو قد مات عم صالح؟ لا صالح الحاجدي. الحاجدي مات. صالح الحاجدي ما جاء له بخير. عدو موجود زي ما قالنا، قال انه توفى قبل سنه امريكا. ماشي عدو موجود الحمد لله. والحمد لله جزاك الله الف خير. بارك الله فيك. انت على هذا الموجود. امين وانتم الله يحفظكم. غادر نجاد واحد من الناس المحترمين مشاهدينا الكرام الذي يتفاعل، والذي يتفاعل منكم هو مهم جدا بالنسبه للمشاركه للصفحه وايضا الحديث عن هذا الموضوع. اي اسره بحاجه الى لم الشمل، انتم واجبكم بان تشاركوا المنشورات لعلنا نوصل لهم، بدل ما يقنبروا كانوا يائسين وقالوا لهم فيصل مات 20 سنه، لكن الحمد لله ان عادت الحياه لهذه الاسره وتواصلوا. امه طبعا طريحه الفراش مقعده لا حول لها ولا قوه. بتبيعي بخور يا امي؟ ما انا بعلي بخور اشقى على نفسي. خيرة الله. ما حد يجي. صح. قد حال الدنيا هكذا. أبز بيد الله. ما جريبة حدث في بيتي. ما الله يحفظك يا عمي. تعرف دايما ترسل لي. جزاه الله خير عمي. بارك الله فيك يا ولد. على هذا الموضوع. وهو الذي حضرهم لعندنا، وهو الذي جابهم لهنا بالتاكسي، وهو الذي بذل جهد كبير. وربي يحفظك يا غادر. حبيت امتناك وربك الجميل يا اخي. بارك الله فيك وشكرا جزيلا لكم. باقي معايا بس لحظه يا امي اتصل اخته، لان عاد مع اخوات ثانيه من انتظرت له. باقي مع اخت موجوده وقد تواصلت بي واعطتني جوالها وقالت تشي تكلم فيصل، لكن فيصل قد غادرنا، بس اسمعها واطمئن عليها. اسمها هي ام محمد. ايوه ام محمد. ايوه لحن يا أمي. هؤلاء خواتم من أبوها السعودي ولا من اليمني؟ هذا أخته من صالح من قبل. هذاك على السعودي ما بلنه. وهذا على الجديري سيد أول ما تزوجت به. الله يبارك ويسامحها. الله يبارك ويسامحها. صح.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت أم محمد؟ ما أنا بنتهم. إيش خليني أكلم أمك لو تكرمتي. طيب حاضر. أيوه. أم محمد. نعم. أنا عاجز عن الشكر مثل ما تحدثت إلي يا أختي، وأنا في البث المباشر أقول لك ألف ألف مبروك على عودة أخوك فيصل محمد النجراني. بحث عنكم طويلا 20 عام يا أم محمد حتى وجدكم وأنتم بخير وصحة وعافية. هو سأل على أمه وسأل على أخواته. أنتم كم أنت الخوات؟ إحنا 3 وأنا الرابعة بس أنا الكبيرة. دحين أمك تقية الكوكباني وماشي. أيوه هي تقية محمد عبد الله الكوكباني. هي أمك. هي أمك. هي أمي أيوه نعم. أمك وهذا أخوك من وهذا أخي من أمي. أخوك من أمك. طيب أنتن 3 أخوات. أيوه وأشتي أشكرك يا أستاذ محمد على تعبك وجهدك معانا، الله يستر عليك. وأقول لك ألف مبروك يا أختي، وأنا بعد البث المباشر سأعطيك الرقم، سأعطيكم الرقم تتواصلوا بقى. أنت معك أطفال؟ كم معك أطفال؟ أنا معي 2 بنات وولد. وخواتك أيضا مزوجات ومستورات في صنعاء؟ أيوه. الحمد لله. أنتم في بيت واحد ولا مزوجات كل واحدة في بيت؟ كل واحدة في بيت زوجها. وفقكم الله يا أم محمد، وأنا عاجز عن الشكر مثل ما تواصلتوا بي. لكم مني خالص الأمنيات. وأقول لك اليوم تواصلنا مباشرة مع فيصل عبر البث المباشر، لكن يبدو أنه قطع عندها الاتصال مع الرصيد. فأقول لك فيصل، من قال لكم يا أم محمد أن فيصل مات؟ أنا قالت لي عمة بنتي، لأني عمة بنتي واحد منهم هي صاحبة خالة مرت أبوه. تمام. أيوة قالت لكم هذا الخبر أنه مات قبل كم؟ هي قالت لي أنا وبعدها كنت أدور عليه، وأنا مرة لقيتك في الشارع وكانت معك عائلتك، وبعدها بنحكي قلت لك يا أستاذ محمد أنا معي أخي يعني قد له سنين في السعودية ما لقيتش، قلت لي خلاص أنا أرجع أتواصل معش. الحمد لله. الحمد لله يا أختي أنه وصلنا بكم ووصلنا معكم إلى بر الأمان، وأنه فيصل موجود. قالوا لكم أنه متوفي قبل كم؟ قالوا ليش متوفي قبل كم؟ قالوا لي انه توفى قبل يمكن 8-9 سنين من بداية الحرب، من ضربوه في نجفة. ايوه انتم يعني يئستوا قلتوا خلاص، وكان معكم الاخ الوحيد من هذا السعودي، فقلتوا خلاص أيوة. ما دام توفى ما عبش داعي نبحث عنه ولا شيء. ايوه. المهم الحمد لله على السلامه، والف مبروك يا ام محمد. الله يسلمك ويبارك في عمرك. مبروك عليك. اطلب منك طلب. تفضل. امك تقيل لا تنسيهاش، كن اسالي عليها وزوريها انا بنسأل عليها بس امي ولو. اظن اني يعني زعلت مني لان انا قلت انه فيصل مات، بس انا ما قلت. صح. انا يا اخي محمد ما قلت انه ما يعني على سد هكذا من راسي او ازعل امي علي. انا قلت هكذا لاني عمة ابني بنتي هي اللي قالت لي هكذا، وانا قلت لامي انا مستعده اكلمش يمها على وجهها، هي قالت لي هكذا. ايوه هي صدمت منك عندما قلت لها متوفي وزعلت منك، لكن هو معها حق بيني وبينك تزعل على ابنها، وما بش معها حق اني تزعل منك لانه انت نقلتي خبر مثل ما قالوا لك. والله الله داري يا استاذ محمد كيف نيلة عند امي وكيف نيلة عند خواتي، بس المشكله انهم بيفهموني غلط. سهل يا اختي، وانت معلش انت داريه، امك ما عاد حد داري كم، ما حد داري، حتى اعمارنا احنا هي بيد الله. انا داريه هي امي. اسالك بالله يا ام محمد لا تفرطي بها ابدا، كوني اسالي عليها وزوريها. ابدا يا استاذ محمد، في فوق راسي هي امي ما ايوه عليها. الله يحفظك. الله يبارك فيك. تحياتي يا ام محمد، وفي امان الله. ساعطيك الرساله الان بالرقم ان شاء الله وتتواصلوا بالصوت وصوره. الله يرضى عليك ويبارك فيك يا استاذ محمد ويجازيك عنا كل خير. الف مبروك عليكم، شكرا، في امان الله. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا. بارك الله فيك يا قادر، اسال الله ان يجمعني بك على خير. تحياتي لكم جميعا، وانستم شرفتم فوق راسي. انا اسف يا امي، دي حقتي اتعبتك معي لهنا. قلت انا عندي عمي شعلتها كذا، قلت عامل الناس من قادر. ايوه بارك الله فيك يا قادر. حتى قادر غامر معي وقال لي اذا ما اتصلش بفيصل انا جوالي جاهز نتصل به، رقم دولي لانه انا ما بعرف الامكانات بالنسبه لهذا الاتصال. تسلم جزاك الله الف. شكرا الان، شكرا لكم الرقم الحاضر.
ما بيش داعي ترقم. هو يرسلنا شكل لكم الرقم انا وصلت. تلفون بنتي ثاني. حاضر شكل لكم ويرسلوا المهم وصلت الى نهايه هذا البث. لكم مني خاص الامنيات. القاكم دائما وانتم بخير مشاهدينا الكرام. احبكم جدا واتمنى لكم كل الخير. المهم نكون على تواصل، واي حاجه فيها مفاجاه واي حاجه فيها اسعاد لكم ساسعدكم ما استطعت من خلال قدراتي وامكاناتي البسيطه في هذا البرنامج في صفحه محمد المحمدي ابو معتز. لكم مني خاص الامنيات. القاكم دائما وانتم بخير. احبكم جدا كل المعلقين الذي علقتوا، اخرهم تقريبا محمد قاسم النمر. مساك الله بالخير يا محمد. والجرح المنتصر لك مني خالص الامنيات. القاكم وانتم بخير. سلام من الله عليكم ورحمه منه تعالى وبركاته.